السلام عليكم. من بين المحترفين المغاربه في اوروبا كاين انس زروري اللي كنا كنتمناو الصراحه المشاركه ديالو نظرا للتالق ديالو في المباريات الاخيره مع الفريق ديالو الجديد باناتيناكوس من بعد ما انتقل من لانس الفرنسي، وكانت عنده اول مقابله نهار 7 في غشت الماضي. وعلى ما قال السي وليد الركراكي ان اي محترف مغربي كيضمن الرسميه في النادي ديالو يقدر يشارك. اخر 4 ديال المقابلات مع النادي ديالو كان رسمي، يعني هذا من بين الشروط اللي كان كيحطها الركراكي. والحاجه اللي خلاتني نهضر على هذا المحترف المغربي هو التألق ديالو في المنافسات ديال اليوروبا ليغ ضد يونغ بويز السويسري، حيت سجل الهاتريك في هذه المقابله هذه. يعني واحد اللاعب كيجي عندك ظرف واجز وكيسجل لك هاتريك في منافسه اوروبيه، هذا لاعب يعني مهم بزاف، وهو خساره للنادي الفرنسي. ما عرفتش بالضبط علاش بالضبط انتقل، حيت كان عنده حتى المباراه ديالو والسكور ديالو كان زين مع لانس الفرنسي، ولكن انتقل لهذا النادي اليوناني. وهذو معلومات بسيطه على الاسد المغربي علاش بالضبط الركراكي ما ناداش على هذا السيد هذا، وهذا كيلعب ميليو تيران، رغم اننا عارفين الميليو تيران موجودين في اللعبه، ولكن خصنا نعطيو الفرصه لهذا اللاعب هذا، حيت هاد جوج وديتين مجرد كتختبر فيهم اللعابه. الصراحه هذه وجهه النظر ديالي في هذه المقابلات الزوج اللي جايين، نادي على لعابه جداد باش تختبرهم، وغادي تاخذ منهم لعابه جداد اللي يقدروا حتى هما يشدوا الرسميه مع المنتخب الوطني.